ضيفنا هذا الأسبوع يتقن التحدث بأربع لغات. قد يكون ذلك أمرا عاديا في المغرب، فأغلب الناس يتحدثون الفرنسية والأسبانية، ولكن ما هو غير عادي أنه ألف كتبا في هذه اللغات، ورغم ذلك فهو يعمل حارسا في مرآب. محمد الفلالي ينضم إلينا الآن من مدينة تطوان المغربية. محمد، أهلا بك في برنامجي أنا الشاهد. ما هي اللغات الأربع التي تتحدث بها؟ اللغة العربية الأم، أحب اللغات إلي. اللغة الثانية هي لغة الجارة إسبانيا، اللغة الإسبانية بحكم القرب. اللغة الثانية هي اللغة الفرنسية، هي اللغة الثانية الرسمية في المغرب. ثالثة اللغة الرابعة هي اللغة الإنجليزية في النهاية. سيد محمد، حسب ما فهمنا فأنت تتقن هذه اللغات، ولكنك في نفس الوقت تعمل كحارس في مرآب. هل أكملت تعليمك أم ماذا؟ ما هي القصة؟ القصة في النهاية أنني غادرت الكلية على الرحب والسعة كما يقال، لأنني أحبطت عند وصولي للكلية، لم أجد ما كنت أتمناه. نعم، ماذا كنت تدرس ولماذا أحبطت عندما دخلت إلى هذه الجامعة؟ كانت الفرنسية بالنسبة إلي هي اللغة الأجنبية المحبوبة. أردت أن أكمل دراستي في الكلية، أن أدرس الأدب الفرنسي، لكنني صدمت بالأشخاص الذين كانوا يدرسوننا. ألا تعتبر هذا قرارا ربما صعبا، قرارا ارتجاليا، أنك تركت الدراسة بسبب هذا المستوى، أم أنك حاولت الدخول إلى جامعة أخرى لإكمال دراستك؟ لم أفكر بذلك، لأنني كنت أعيش ظروفا صعبة. الظروف التي يعيشها الشباب عموما ظروف صعبة. الفقر، كانت الأم مريضة مرضا مزمنا، كان علي أن أبقى إلى جانبها. بدأت تعمل كحارس في مرآب، ولكنك أيضا قمت بتأليف عدة روايات ولكن بلغات أجنبية. البداية كانت مع اللغة الفرنسية كلغة ثانية. كنت وأنا مراهق ما بين 16 وال20، كنت أكتب بالفرنسية عموما، أكتب أشعارا بحكم عاطفة الفتوة والمراهقة. بعد ذلك أحسست أنه بإمكاني أن أفعل أكثر، ليس لنفسي، كنت أداوي نفسي بالشعر، وأردت أن أفعل شيئا لأجل الناس. بدأت أكتب القصة. ماذا عن المؤلفات؟ المؤلفات هي 7 حتى الآن، نشرت منها 4. الكتاب الأول هو رواية بالإسبانية، الإسبانية لعلمكم تعلمتها لوحدي. نعم. الكتاب الثاني سلام، مجموعة قصصية. في هذه المجموعة القصصية في كل قصة هناك دعوة لزيارة المغرب كبلد سياحي. الكتاب الثالث أمنية، مجموعة قصصية. لدي كتب أخرى وأنوي نشرها في القريب إن شاء الله. هذه الكتب حتى الآن لا أبيعها، هذه كتب أطبعها وأوديها إلى الناس. لماذا إذن تعمل في هذا المرآب؟ ليس لدي هناك، لم تكن لدي هناك فرصة أخرى. جاءني ابن الجيران وعرض علي العمل، كنت شبه مشرد على حافة التشرد. توفت أمي في 99 و1000، تركتني بلا منزل بلا عمل. توفت وهي تقول لي يا ابني أنت تحز في قلبي. ما مدى تفشي البطالة بين الشباب في المجتمع المغربي؟ أظن هناك فرص، ولكن الفرص فرص أعمال من النوع المتوسط إلى الرديء، أما الفرص الكبيرة فلا تعطى إلى أصحاب المزايا عموما. أنا كحارس للسيارات في موقف للسيارات، إنه عمل بسيط، ومع ذلك هذا العمل قربني من الناس كثيرا، وعرفني بأناس أحببتهم وأناس لهم الفضل علي. وإن بدا عملا غير لائق للبعض، فهو كان مجالا لكي ألتقي بالناس، مجالا لكي أعرف بالناس من هو محمد الفلالي الكاتب، لكي يعرفوا هذا الجانب الآخر من هذا الشخص. هذا الشخص الذي يرونه في مكان العمل صامتا معظم الوقت، خدوما، أغلبهم لم يكونوا يعرفون أن هذا الشخص كاتب ويكتب 4 لغات. وفيما فكرة 4 لغات هي فكرة تحدي شخصي منذ الصغر. منذ الصغر كنت أحب اللغات، وكنت بيني وبين نفسي أقول علي أن أتعلم أكبر قدر من اللغات.
هذا تحدي شخصي بيني وبين نفسي. شكرا لك سيد محمد الفلالي على مشاركتك في برنامج أنا الشاحن. شكرا جزيلا لك. بكل فرح، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.